السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. مفاجأة كبرى، من المغربي الذي يعمل معه أنشيلوتي لتعويض ميليتاو؟ بزغت الأسماء المغربية خلال السنوات القليلة الماضية بشكل لافت في أبرز الدوريات الأوروبية، حتى إن بعض العناصر تمكنت من حمل قمصان أقوى الفرق وأعرقها. كما أن الوجه المشرف والإنجاز التاريخي لأسود الأطلس في مونديال قطر الأخير جعل بوصلة العديد من الكشافين والمدربين المحنكين موجهة نحوهم. فمن منكم لا يستحضر كيف تغنى مدرب باريس سان جيرمان الحالي والمنتخب الإسباني مؤخرا لويس إنريكي بمتوسط ميدان مارسيليا عز الدين أوناحي، إذ كان انهال عليه بالمديح دون أن يعرف حتى اسمه، بل إن رقم قميصه كان قد ظل راسخا في ذهنه وعبر بشكل جلي عن إعجابه الكبير بموهبته. سمعة ومكانة مرموقة أصبحت إذن عند اللاعب المغربي، وحتى هناك في ريال مدريد يبدو أننا على موعد مع ولادة نجم جديد من أصول بلاد الأطلس، بعد أشرف حكيمي الذي يعد من بين أفضل الأظهرة اليمنى على الإطلاق في العالم، والذي كان قد نال فرصته مع زين الدين زيدان. نحن اليوم في خطوة مشابهة نوعا ما، لكنها على يد المايسترو كارلو أنشيلوتي هذه المرة. فبمن يتعلق الأمر إذن؟ ومن هذا الاسم الذي يعول عليه لسد فراغ كبير ويعوض واحدا من ركائز النادي الملكي؟ تعرض الدولي البرازيلي إيدر ميليتاو لإصابة بليغة خلال المواجهة الأخيرة للميرينجي أمام أتلتيك بلباو، إذ تعرض لقطع في الرباط الصليبي، ما سيبعده عن الميادين لفترة لا تقل عن 6 أشهر. رغم أن سوق الانتقالات لا تزال مفتوحة وبإمكان النادي الاستنجاد بواحد من المدافعين المتمرسين، كان لكارليتو رأي آخر، حيث وجه منظاره نحو الكاستيا، واضعا يده على عنصر بمميزات شبيهة جدا للنمساوي ألابا. الحديث هو عن مارفيل أنتولين الذي رأى النور لأول مرة في الدار البيضاء، وظل يكافح حتى تمكن من الانضمام لقلعة الريال. اسم غريب وبعيد على أن يكون عربي، أليس كذلك؟ ذو 20 ربيعا، ينحدر في الحقيقة من أب مغربي وأم نيجيرية، وكان قد انضم موسم 2010-2011 لأكاديمية الملكي تحت 10 سنوات، ليغادرها بعد فترة قصيرة حاملا قميص الجار العدو أتلتيكو مدريد، غير أنه عاد مرة أخرى لبيته الأول في إسبانيا موسم 2016-2017 متدرجا في مختلف الفئات حتى وصل سنة 2019 للكاستيا، والتي أصبح واحدة من بين أفضل أعمدتها. أنشيلوتي قام بتصعيد الشاب للتدرب مع الفريق الأول، بل وذهب لأبعد من ذلك بتمديد عقده حتى 2026 مع تحسين راتبه ومنحه مميزات أخرى. فما الذي جعله يقوم بكل ذلك؟ يتميز الشاب ذو الأصول المغربية ببنية عضلية قوية، وبإمكانه اللعب في مركز قلب الدفاع كما مركز الظهير الأيسر، إذ يساعده في ذلك كونه أشول. خلطة عجيبة تذكرنا تماما بزميله ونجم بايرن ميونخ السابق دافيد ألابا، وهو بالفعل أبان عن أداء جد مميز مع الكاستيا، حتى أنه حمل قميص المنتخب الإسباني مع مختلف فئاته السنية الصغرى. نعلم تماما أنك عزيزي المتابع تتساءل أيضا، هل بإمكانه الدفاع عن ألوان المغرب رغم جولاته مع لاروخا؟ نعم، يملك الاتحاد المغربي لكرة القدم كامل الحظوظ لضمه إلى كتيبة أسود الأطلس، وهناك من يعمل على إقناعه بارتداء قميص الأسود في الاستحقاقات القادمة.